القصه ديالنا كتبدا بفريد، ولد فقير خدام في مصنع. كان يلا تخرج من الثانويه وحلمو يكمل قرايته، ولكن بسبب الحاله الماديه ديال عائلته ما غاديش يدير داكشي اللي بغا. والاب ديالو حتى هو بغى ولده يخدم في مصنع بحالو، ولكن فريد معول على راسو وعزيز عليه البوكس. في واحد الصباح المدرب غادي يزيل بفريد باش يتقاتل مع واحد خونا اللي كان هارب في البوكس. فريد دار كاع اللي في جهده وحتى تر الانتباه ديال المدرب ديالو، ولكن فريد ما عطاش ضربه القاضيه للخصم ديالو حيت بقى فيه وشفق عليه. بسبب هادشي غادي يخسر الماتش. ولكن فريد واخا خسر جا عنده المدرب مسؤول على الخصم ديالو، قال ليه بلي خاصو يدفع المدرسه ديال نابولا حيت شاف فريد ناضي وعنده لياقه بدنيه عاليه. فريد في الاول تردد وما عرفش شنو يدير حيت باه ما غاديش يوافق. مع ذلك فكر انه الا دخل مدرسه نابولا غادي يكون عسكري من النخبه. مشى للمدرسه وداز عند الطبيب، اكدوا انه مؤهل، ولكن المشكل خاصو الموافقه ديال باه. مشى لباه ودو معاه في الموضوع، ولكن باه ما كيحملش النازيه وبغى ولده يخدم غير بحالو غير في المصنع. قال ليه هاد الفكره غير حيدها من دماغك. فريد عنده خو صغير، مشى عنده كان تيعوم وعاود ليه اللي وقع. ملي سلام من العومان غيجيب باه باش يعوم في نفس الماء اللي عام فيه الدري الصغير باش يوفروا الماء حيت فقراء. قال لولدو غادي يصيفطوا لشي برنامج تعليمي الشهر الجاي باش ولدو ما يتاخذش شي قرار بالزربه ويندم عليه. بالليل ودع خوه وزور سيناتور ديال باه على ورقه الموافقه وخلى ليهم رساله. الصباح قراوها والديه، عرفوا بلي مشى لمدرسه نابولا. باه تعصب، مشى هرس ليه البيكالا ديالو. فريد وصل للمدرسه، تلقى ليه الاستاذ ديال الملاكمه. قال ليه هنا ديما كيقبلوا الدراري قدو، بدا باش يلبس اللبسه الموحده وداه واحد سميتو كريستوفر للغرفه فين غيولي ناعس وقال ليه القواعد اللي خصو يولي يحترم. فريد لبس اللبسه وعجبو الحال، بدا كيضحك. من بعد 15 يوم نزل للقاعه الكبيره، رحب بهم المدير ووعد ليهم بنخبه المستقبل. فريد عجبو الحال وتحمس وقال هذا هو احسن قرار تاخذه في حياته. من بعد طلع للغرفه ديالو وتلاقى بالدراري الاخرين. دخل عليهم واحد الطالب قديم حاس براسو، غير دخل عليهم صافوا وخافوا منه. هو مشى للماريو ديال فريد قال ليه يقادو ونزلوا طراكسيو. ملي شافوا المدرب وقفوا عند حدو وقال له غير بشويه على الدري. وصل الليل، فريد تكسر في ناموسيتو، لاحظ بلي السرير اللي جنبو خاوي، بدا كيتساءل على الموضوع. قال له واحد اللي حداه راه بالليل ما مسمحش لهم باش يهضروا. ملي كيتفضوا فريد ما جاش الناس، ناض طل من شرجم، شاف طوموبيل دخلات، نزل منها واحد عطاو التحيه. في الصباح جاء البريخت ولد الحاكم المدينه. البريخت ما كانش باغي يدخل هذه المدرسه حيت عزيز عليه يكتب قصص. عاونوا فريد باش يقاد ناموسيتو ولاو صحاب. جا يوهان قال لهم يتحركوا يخرجوا باش يبداو لونطريما ويترجلوا. يوهان غيشوف ناموسيه ديال واحد سميتو سايكرل. خرجوا وبداو الحصه مع الاستاذ كارل، جراو وداروا تراكسيو وكلمات عيت ممنوع تقولها هنايا. يوهان مشى عند كارل قال له راه سايكرل عاوتاني دار بيبي. كارل قال لهم كلشي يحبس وعيط على سايكرل وصيفطو يجيب الناموسيه ديالو. جرا وجابها، قال له يدير بيبي فوق الناموسيه ديالو، ولكن ما كانش فيه وعاقب الطلاب كلشي. نزلوا يديروا تراكسيو ما يحبسوا تيدير بيبي على الناموسيه. تعصر تعيا واخيرا دارها وطلب من الدراري يحبسوا وجرى على ساركل. من بعد غادي يقراو على هتلر وغادي يقراو النظريه ديال داروين وعلموهم يستخدموا السلاح. فريد كمل التدريب مع المدرب ديالو اللي كان بطل في الملاكمه، اللي كان كيتمنى ان المدرسه ديالهم تجيب الميداليه الذهبيه. هو راجع فريد شاف ساركل وهو معاقب. الاستاذ ديالو قال له غير حيد الرحمه والتعاطف من القلب ديالك. الدراري جاتهم رسائل من العائلات ديالو، حتى فريد جاتو رساله من امه كتمنى ولدها يكون بخير. ولكن اربيخت كان صيفط والدي داكشي اللي كيكتب باش يشجعوه، داكشي اللي كان. ولكن خونا تاكد انهم ما قراوهمش حيت حط واحد الشعره بين الاوراق ومازال كاينه ديك الشعره. فريد بقى فيه وخدا منه المقاله باش يقراه. استمر في التدريب لشهور وحسن مهارته ولياقته البدنيه. كملوا التدريبات ديال المدرسه وجا نهار الماتش. فريد غادي يفوز على الخصم بسهوله، كلشي كيصفق ليه حيت غيب الخصم بلا رحمه ولا شفاعه. ولكن صاحبه البريخت ما فرحانش حيت شاف صاحبه غادي الهاويه. المدير الكبير فرح بفريد وكبر به. فريد عجبو الحال. البريخت مشى عند فريد حشى ليه الهضره. النهار الاخر سايكرال عمر حوايجو تاني. يوهان مشى عنده قال لي الا ما عطاش فلوس غادي يبيع به. الحصه ديال اليوم غادي يوريهم كيفاش يستعملوا القنبول. واحد خونا جمد وعرق وطاحت ليه القنبوله. الاستاذ ديالهم هرب والدراري بقاو، ولكن سايكرال اللي كيعمر حوايجو نقز على القنبوله بلا ما يفكر وتفرقعت والدراري بقاو حيين. ولكن هو مات. داروا ليه جنازه مناسبه وعطاوه وسام وهو ميت وشكروه. ولكن الدراري ما عجبهمش الحال وحاقدين على المدرب كارل. النهار الاخر بقى كيخطب عليهم وكيقول لهم راه خاص تكون عندكم العضلات، وطلب من شي واحد يجي يضربوا الكرشو. تقدم فريد ضربوا واحد الكروشي حار زعزعوا، انتقم سايكر اللي مات. من بعد البريخت عرض على فريد القصر ديالهم لان با عنده عيد ميلاد. مشى للقصر عجبوه وتعجب كيفاش والدين البريخت كيتجاهلوه. با وقف البريخت ما خلاش يقرا القصائد ديالو، قال ليه هادشي د العيالات ماشي درجات. تمنى من ولدو يكون بحال فريد. طلب من فريد يتضارب مع ولدو في شي ماتش. فريد عارف راسو غادي يسلخ البريخت. البريخت ما رضاش، شافز فريد باش يضربو. فريد طيح البريخت بكروشي واحد. رجعوا يقراو
ولكن البريخت ما بقاش حامل فريد وتجاهلوا. جا المدير قال لهم بلي البلاد محتاجه الدعم ديال طلاب مدرسه نابولا. الطلاب القدام عيط لهم المدير قال لهم شي مساجين سرقوا السلاح وقتلوا المدنيين وهربوا لواحد القريه، بغاوهم يساعدوا وعطاوهم الاسلحه. امرهم لا شافوا السجناء يتيريو فيهم بلا ترد، قسموهم لجوج ديال المجموعات. واحده من المجموعات جا فيها فريد والبريخت. من بعد مده شافوا الناس هاربين، تيراو فيهم بلا ما يفكروا، قتلوهم كاملين. ولكن ملي قربوا تصدموا حيت المساجين غير دراري صغار. البريخت قلبو بيض، حاول يعتق واحد، جاب باه قتلو وجرى على ولده. هما غاديين شافوا جنود كبار شدوا مساجين وعدموهم. الغد ليه في القسم قال لهم الاستاذ يكتبوا انشاء، وقال البريخت ينوض يقول داكشي اللي كتب. في الاول كان داكشي هو هذا، من بعد بدا كيهضر على باه اللي قتل دراري صغار. خداو المكتب ديال المدير، باه طلب منه يعتذر، البريخت ما بغاش. كعقاب ليه غيصيفطوا باه للجبهه الشرقيه، عندهم تدريب اخر اللي هو يدخلوا من فتحه في بحيره متجمده ويخرجوا من الجهه الاخرى. داز فريد ونجح في العمليه. جات نوبه البريخت في نص الطريق حبس. فريد كان كيلبس حوايجو، بان لي البريخت تعطل بزاف، عرفو باغي ينتحر، بدا كيقلب عليه. البريخت توادع معاه وغرق في البحيره. من بعد فريد كتب على البريخت وعطاه المدير ديالو اللي رفض ينشرها في الجريده، على اساس ان داكشي كامل اللي كيتنشر في الجريده فقط الجنود اللي ماتوا تضحيه للبلاد او لعائلاتهم او على قبل الرؤساء ديالو. وصلت الاخبار العائله ديالو، مو بقات كتبكي. باه قال بلي البريخت كان ضعيف وما بقاش فيه. المدرب ديال فريد طلب منه يفكر في المستقبل ديالو. مني وصل الماتش النهائي فريد حط الجهد ديالو كامل، من الواضح هو اللي غيفوز. غيشوف بات البريخت حاضر وكيبتسم بحال ما وقع والو. الابتسامه ديال بات البريخت استفزاته وخلى الخصم ديالو يغلبوا. بسبب هذا التمرد حيدوا ليه اللبسه العسكريه. ملي جمع حوايجو جراو عليه من المدرسه وشد الطريق لدارهم. هنا يكون الفيلم ديالنا سالا. انا يزيد، لايك شير، تصبح على خير.